تصريحات قوية جدا من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يفاجئ الأهلي ويسبب صدمة لإدارة بيراميدز بعد فوز الأهلي بكأس مصر. شاهد ماذا قال. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو أنت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد فوز الأهلي على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وتتويجه ببطولة الكأس، صرح لاعب فريق بيراميدز إبراهيم عادل وقد أدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، وقال: لعبنا مباراة جيدة أمام النادي الأهلي وكان الأداء متوازن وحاولنا الظهور بصورة جيدة خلال المباراة. كنا نريد التتويج ببطولة الكأس لتكون البطولة الأولى لنا، ولكن في النهاية الأهلي حسم الأمر بالبطولة لصالحه. الأمر كان صعب جدا، وخصوصا إننا بنلعب أمام النادي الأهلي الفريق الأفضل والأقوى في القارة. سواء اتفقنا أو اختلفنا يبقى النادي الأهلي هو الفريق الأنجح، والأهلي يمتلك العنصر الأقوى الذي لا يمتلكه أي فريق في مصر أو في القارة الأفريقية، وهي الجماهيرية. فالأهلي لديه الجمهور الأكبر والأقوى. أما عن أدائي خلال المباريات أراه جيد. تلقيت العروض للانتقال إلى بعض الأندية الأخرى، ولكني لدي تفكير آخر ومختلف في حالة الرحيل عن بيراميدز. أريد أن أنتقل إلى نادي أحقق معه بطولات تكتب في تاريخي، ولا أنظر إلى القيمة المادية ولكن أنظر إلى التاريخ. أريد أن أكون جزء من تاريخ النادي الذي أريد الانتقال إليه، وهذا سيحدث بالبطولات. أنا حاليا أركز مع الفريق، وفي حالة وجود عرض يحقق الطموح الذي أسعى إليه بالتأكيد سأوافق إذا كان لدى الفريق رغبة في الموافقة على هذه العروض. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة حتى يصلك منا كل جديد.